ويلا نبدأ. المعلومة الأولى إن لو أنت مثلا كنت خدت خريطة الكنز اللي في السفينة ووصلت للكنز وقمت رايح نازل تحت ولقيت التشيست اللي هو بتاع الكنز ده أهو، قوم رايح هوب بتفتحه هتلاقي جوه حاجة اللي هي هارت اوف ذا سي، واللي هي غالبا بتسيبها وبتنفض لها وما بتعرفش هي ايه. لكن اللي انت ما تعرفوش ان لو انت خدت الهارت اوف ذا سي وخدت معاها القصاف دي وحطيتهم في الكرافتنج تيبل زي كده بالظبط، هيطلع لك دي. لو خدتها ورحت بيها على البحر وشفت لك مكان عميق تحت المية وجدت البلوكات اللي هي بتبقى موجودة في معبد البحر وخدتها وحطيتها وعملت بيها الشكل ده مثلا، عملت بيها شكل زي كده ان هو يبقى شكل اللي هو ايه، كأنه يعني شكل زي كده بيكون بقياسات متساوية، وتقوم رايح حاطط الهارت اوف ذا سي بعد ما عدلت عليها في نصها كده هوبا، وتقوم رايح شايل دي، وساعتها هتشوفها اتحولت للمنظر اللي انت شايفه الرهيب ده. ساعتها هتلاقي العين اتفتحت والهارت اوف ذا سي جوه، وحرفيا الهارت اوف ذا سي ده الحاجات اللي هتديها لك رهيبة جدا. اول حاجة هتديك تكسير تحت المية بشكل طبيعي، لو انت سرفايفل هتخليك تقدر تكسر تحت المية بشكل طبيعي. وكمان لو اي وحش قرب منها تحت المية على مسافة معينة هتقوم راح موتاه. وكمان زي ما انت شايف اول ما انا حطيتها على طول بتديني رؤية واضحة جدا جدا تحت المية، هي تعتبر بالظبط كأنها بيكون بس تحت المية، يعني بيكون مائي، ومفيدة جدا جدا صراحة. الفايدة بتاعتها دي من احسن الحاجات الفوائد في ماينكرافت، وبالذات تحت المية، لان تحت المية التنفس فيها صعب والتكسير مقرف والوحوش بتبقى ممكن الزومبي المائي ده بيهجم عليك كتير. فلا، لما انت تستخدم الهارت اوف ذا سي دي بتبقى مفيدة جدا. ولو انت زودت حواليها البلوكات دي باشكال معينة